الاهلي ما بيحلمش. الاهلي ساب الاحلام من زمان لناس تانية. الاهلي بينفذ. الاهلي ما بيزهقش. الاهلي ساب الزهق لناس تانية. الاهلي بينفذ. الاهلي ما بيزحفش. الاهلي ما بيعرفش غير انه يطير. نسر الاهلي دايما عارف طريقه في افريقيا. الاهلي بيعرف يكتب التاريخ. الاهلي كل لحظة عنده بحكاية وحدوتة جديدة بتتكتب بجمهوره، بفرقته، بمجلس ادارته، بكل شيء، بختم النسر، بختم الجودة. الاهلي يصنع تاريخا مختلفا ودائما ومستمرا. من حق الكبير يتدلع ويدلع نفسه ويدلع جماهيره. الاهلي النهارده رايق رايق وفايق ويدلع جماهيره بالتيكي تاكا والشغل العالي. مكسب على الترجي بهدف دون مقابل، وكان بالامكان زياده الغله الى ما شاء الله. نلعب الفرة من 6 عادي مفيش مشكله. الاهلي يعملها النهارده، ضيع فرص بالجمله. لو ترجمت هذه الفرص لاصبحنا امام نصف دستة اهداف في الترجي. الاهلي النهارده بيأكد على المتأكد، والمتأكد انه ماشي في الطريق الصحيح وبنسبة 100%. الاهلي يا سادة بابا الشغلانة يصنع التاريخ وحده ومنفردا. الاهلي في اخر 7 بطولات، في اخر 7 بطولات 6 منهم في النهائي. الاهلي هو الاكثر تتويجا ببطولة افريقيا برصيد 10 بطولات. الاهلي منفردا وحيدا يصل الى النهائي رقم 16 في دوري ابطال افريقيا. فيجي واحد يسالني وانت بتقول ليه بابا الشغلانه؟ طب اقول على مين تاني غيره؟ قول لي وانا اقول لك، ما عنديش مشكله. يعني اديني اختيارات، اديني اختيارات وانا موافق. لو لم يكن الاهلي بابا الشغلانه في افريقيا فمن بديله؟ ومن الاقرب الى ارقامه؟ ومن الاقرب فيما يؤديه؟ قل لي مين مر بعثرات وتعثرات مستمره ولكنه مع ذلك قادر يحافظ على الحد الادنى. الحد الادنى بتاع الاهلي افريقيا، ده الحد الادنى. انت معايا بس ولا معايا في الحته اللي احنا بنتكلم فيها ولا لا؟ ده الاهلي اللي كان خارج بطوله افريقيا في النهائي. عن اي مستوى بنتكلم؟ اوعى تفتكرها ان هي سهله. البعض يرى عناوين فقط خارجيه وما بيشغلش باله بالتفاصيل. فريق بره البطوله، بره البطوله النهارده في النهائي. لما واحد يحب يريح دماغه، يريح دماغه، ما هو التفكير هيقتله. لما يحب يريح دماغه ما يقول لك ايه؟ حظ. قطر الطاهر لو ما كانش جابها ما كانش كده. عشان يريح الجمجمه، هي كده. فيقوم ينام مرتاح واتبسط كده، خلاص هي تمام. بس والله هي ما كده. لو جات لك بالتوفيق كده وانت مش قدها هتخرج من اللي بعدها. ما هي سهله يعني. والله حكم، ها حلوه دي. لو هي العمليه ضحكت لك مره مش هتضحك لك التانيه يعني. ما احنا برضو في الاخر ما بنلعبش حكشه في افريقيا، ده احنا قدام فرق تقيله في افريقيا. قول زي ما انت ما عايز يا سيدي، يعني قول زي ما انت ما عايز، قلل من خصوم الاهلي زي ما انت ما عايز. الامر الواقع بيقول لك الاهلي في النهائي. هي محتاج كلام يا جماعه. فمحدش يعرف يوصل لده الا اذا كان عنده كوره كويسه وتخطيط كويس وجوده لعيبه تمكنه من انه يتحول من فريق خارج هذه البطوله الى فريق بارقام. بارقام يا جماعه. هو الاهلي اللي احنا بنتكلم عنه اللي في النهائي للمره ال16
لقي هزيمة كبيرة جدا وصادمة في هذه البطولة وفي هذه النسخة من صن داونز بخماسية تكسر أي فريق، تجيبه نصين، تقول له اهدم المعبد وتعالى نبنيه من أول وجديد. ما حصلش. العظم ناشف، العظم متأسس، مش عظم تيم وفرقة لا لا لا، عظم نادي، عظم نادي جامد ما يتكسرش. مش هزيمه اللي تكسره، مش ماتش اللي يكسره، لا. ما هو ده اللي الناس لما نيجي نقول هو ده اللي موجود في الاهلي مختلف، الناس تقول لك هو انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله بقى، انه الاهلي مختلف عشان كده، عشان هو بيعرف يلم نفسه في الوقت اللي انت متخيل ان هو خلص، هو ما خلصش. في اسوأ حالاته بطل افريقيا، في بطوله هو كان خارج منها، هو في النهائي هذه البطوله. إذن لابد وأن يكون لديك من الإنصاف أنك تضرب تعظيم سلام للأهلي لما يقدمه هذا الموسم من أداء فني مع كولر.